زي ما زمان ربنا هو اللي جاب شاول الطرسوسي وعرفه بالكنيسة. لسه في زماننا دلوقتي ربنا لسه بيجيب ناس. وهحكي لكم حكاية حقيقية حصلت من واحد ما كانش يعرف حاجة خالص ومش دخل الكنيسة ده بقى كاهن. إصحاح التاسع في أعمال الرسل فيه 9 شخصيات مهمة. 9 شخصيات نحفظهم. ابتدى الإصحاح التاسع بشاول الطرسوسي وهو داخل على دمشق جد جدا، هيضطهد المسيحيين، هياخدهم ويوديهم على السجن. وهو رايح في السكة ربنا يسوع ظهر له، فبقى في نور عظيم. وقف شاول ومش فاهم، فربنا قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال له: انت مين؟ انا مش عارف. فراح قال له: انا يسوع المسيح اللي انت بتضطهده. ايه ده؟ انا فاكر ان انا بعمل حاجه كويسه لربنا. فربنا قال له: لا يا حبيبي، انت كده بتضطهدني انا. وهنا الحقيقه لانه شاول ما كانش عارف انه اللي بيعمله ده كان ضد اراده ربنا. فقال له: طب اعمل ايه؟ فقال له: ادخل المدينه هيقولوا لك. طب يا رب ما تقول له، ما انت يا رب ظهرت وشاول شايفك، وكمان كان في جنود شايفينه كده، معانا شخصيتين. طب ما تقول له يا رب. لا، انا مش هقول لك، لانك لازم تدخل المدينه يقولوا لك، لحسن تتعود انك تتعلم بس من الرؤى وكنيستي والتسليم والاباء الرسل تلاميذ كل الناس اللي بتعلم جوه الكنيسه. لا يا حبيبي، اتعود تتعلم جوه الكنيسه. ده يلغي صوت ربنا؟ لا، ربنا برضو لسه موجود. طب القصه بقيتها، دخل الحقيقة شاول بعد ما كان داخل بجبروت عشان ياخد المسيحيين يضطهدهم، دخل وهو أعمى لأنه عينه فقدت البصر مؤقتا يعني، وبيجروه كده زي الطفل ودخلوه المدينة. الحقيقة دخل عند بيت واحد اسمه يهوذا. عرفنا منين؟ عرفنا من ربنا. ازاي؟ أصلي ربنا ظهر في رؤية لواحد تاني بقى معاهم اسمه حنانيا. مين حنانيا؟ واحد من التلاميذ، وكان أبونا كان كاهن يعني. وربنا قال له: يا حنانيا. فحنانيا ده كان جميل قوي. قال له: ها انا ده يا رب. ايه يا حنانيا ده، انت متعود ربنا يكلمك كده؟ ما تخضش خالص، واضح انه كان ربنا بيكلمه كتير عادي جدا يعني. فقال له: بص، انت هتروح بيت واحد اسمه يهوذا، العنوان بتاعه قعد ربنا يوصفه له، وهتلاقي هناك واحد اسمه شاول الطرسوسي. حط ايدك عليه علشان يبصر، عمده وعرفه الايمان، خليه يسلك في المسلك المسيحي. يا رب، شاول ده احنا بنسمع عنه، ده مضطهد للكنيسة. ما تخافش يا حنانيا، انا ظهرت له في رؤيا وقلت له ان انت جاي له. يا رب، انت بتظهر لشاول تقول له حنانيا هيجيلك، وعارف بيت يهوذا، وبتكلم حنانيا تقول طب يا رب، ما هو اسهل من كل ده انك ممكن انت توصل الرسالة. ده جمال كنيستنا، ربنا بيشتغل بكل واحد فينا، وعايزنا كلنا واحد جوه الكنيسة نوصل له وبنروح له، وعارف كل واحد باسمه مهما كان الحاجة اللي بيعملها صغيرة. راح حنانيا فعلا، وصل لغاية بيت يهوذا وطلب شاول، لقى شاول موجود هناك، صلاله، وقع من عينه القشور، وبدأ يكلمه عن ربنا ويقول له على الطريق. اتعمد شاول، بقى مسيحي وبقى جوه الكنيسة، وفرح شاول جدا بالإيمان. ومن هنا الحقيقة ابتدى ينطلق، ابتدى يقول: يا ده أنا مش فاهم حاجة خالص. فابتدى يعلم اليهود وابتدى يقول لليهود. لكن في البداية كانوا اليهود بيستغربوا، نصدقك ولا ما نصدقكش؟ ففضل 3 سنين في صحراء العربية، ودخل يتكلم في دمشق. لما ابتدى يتكلم في دمشق والناس ابتدوا يأمنوا على ايده، وخصوصا اليهود، مين اللي اتنرفز وغاظ؟ رؤساء الكهنة طبعا، والناس بقى بتوع المجمع ابتدوا يحسوا: الله، انتوا برضو هتقولوا بقى الكلام ده تاني؟ فعملوا مؤامرة علشان يمسكوه ويموتوه. فراحوا منزلينه من على السور. المدينة دمشق كان ليها سور، والسور ده ليه بوابات، فهم استنوه عند كل البوابات. في ناس كانوا بقى بيسكنوا لزق في السور، فراحوا البيت حد من اللي ساكنين لزق في السور، وفتحوا الشباك ونزلوه في سبت في منتهى الاتضاع علشان يهربوه من المكان ده. ساب المكان ده الحقيقة وراح على أورشليم. أول ما دخل أورشليم الناس ما صدقتوش، خافت، حست إنه لا، ده أكيد يعني بيقول ما هو ده اللي كان بيضطهد المسيحيين. الجميل بقى اللي أخد شاول وعرفه بالتلاميذ الحقيقة كان معلمنا برنابا. برنابا الرسول ده يعني اللي يتابع سيرته كده في سفر أعمال الرسل، سبب في ناس كتيرة قوي بقوا نجوم في السفر يعني. فالحقيقة برنابا كان معروف طبعا عند الرسل. أخد شاول وقال لهم: يا جماعة، ده ربنا ظهر له، ده بقى بيتكلم على ربنا حلو. وابتدى يعرفه بالرسل وبالتلاميذ.
والحقيقة إنه العلاقة بين شاول وبرنابا كانت ليها أصول إن هما الاتنين كانوا متربيين على يد غمالائيل من قبل كده. طيب الحقيقة في قصة ليه حد في اليومين دول شبهها؟ أيوة، ربنا لسه بيعلن عن نفسه. في إحدى البلاد الأفريقية كان في واحد هو مسيحي بالاسم، لأن البلد مسيحية، في ناس كتير مسيحيين بس ما يعرفوش كتير عن ربنا ولا حتى عن المسيحية. ففي البلد دي كان في واحد بيقول له رب أنا بحبك بس عايز أعرف مش إيه كنيسة، ايه شكلها، ايه يعني مش عارف اوصل ايه الكنيسه الصح، الدنيا ماشيه فين. قاعد بقى يدور هو الحقيقه ويعمل سيرش، لاننا دلوقتي في عصر في جوجل وفي سيرش ونقدر ندور. قدر يدور، قدر يقرا في تاريخ الكنيسه ويفهم عن الكنيسه. فوصل من ابحاثه هو وبارشاد ربنا قبل ما يجي الكنيسه خالص انه الكنيسه الارثوذكسيه هي الطريق المستقيم. طب اروح ازاي للكنيسه الارثوذكسيه دي؟ ما اعرفش مكانها، ده في بلد افريقيه مش في مصر. طيب سال، قالوا اقرب كنيسه ارثوذكسيه ما دام احنا في افريقيا ممكن تبقى الكنيسه الحبشيه. فراح واخد بعضه ورايح على السفاره بتاعه اثيوبيا، يقول لهم يا جماعه كنيستكم فين؟ انا عايزه اروح الكنيسه الارثوذكسيه. تخيلوا هو ازاي نفسه يعرف. فالحقيقه انه السفير الاثيوبي في ساعتها كان بيصلي في الكنيسه القبطيه اللي موجوده في البلد دي. في نفس الوقت كان الكاهن بتاع الكنيسه القبطيه اللي موجوده في البلد بيصلي وبيقول له يا رب يعني أكلم الناس عنك، أبتدي منين؟ اختار أنت. زي كده ما اخترت وقت إنيانوس، أنت أرشدت ماري مرقس. أنا دلوقتي الناس مسيحية بالاسم بس أبتدي منين؟ بلد كبيرة جدا، ومين فيهم اللي أنت عايزه ومين؟ أنا مش عارف أبتدي. فالكاهن بيصلي والشخص ده بيصلي. الحقيقة السفير الأثيوبي أخذ الشخص ده معاه يوم الأحد وقال له تعالى معايا تحضر القداس. حضر القداس، ما تناولش طبعا لأنه كان لسه مش متعمد، هو مسيحي بس لسه مش ماشي في سكة الكنيسة الأرثوذكسية. فالحقيقة حضر القداس وانبهر جدا وحس أيوة هو ده الكنيسة الأرثوذكسية الجميلة. طب ها أنا عايز بقى أبقى معاكم. ابتدى أبونا يديله كتب كان بيقراها ابنها، يعلمه ويتعلم ويسأل ويفضل يدور تاني ويقرا تاني في التاريخ الكنيسة. مر الحقيقة أكتر من سنة وهو مواظب، وعلى كل يوم حد بيحضر القداس وبيحفظ قانون الإيمان ونال سر المعمودية والميرون الحقيقة. وبعد كده فضل في الكنيسة يعني شعلة نشاط وشعلة إيمان، وهو اللي عايز يعرف أكتر. مرت سنين وهو بيخدم بقى، وابتدى يخدم في مدارس الأحد للأطفال الأفارقة نفسهم. وبعد كذا سنة من الثبات في الإيمان والنمو في الخدمة والنمو في القامة اترسم شماس. وبعد ما اترسم شماس بقى أول كاهن محلي في البلد دي. وطبعا كون إن هو يبقى من نفس البلد وكاهن يعرف يكلم شعبه ويفهمهم. طب مين جابه؟ ربنا. طيب ما يا رب خلاص ما دام انت جبته تعامل معاه. لا، ربنا جابه لكن رجعه للكنيسه، فالكنيسه كملت ونمت واثمرت، وبقى هو نفسه دلوقتي كاهن جليل بيخدم خدمه جميله عشان يعلم بني شعبه ويفهمهم. لسه نفس الروح اللي بيعمل زمان بيعمل لغايه النهارده. طيب نرجع لبقيه الاصحاح عشان نكمل بقيه الشخصيات التسعه. الحقيقه نلاقي ان بقيه الاصحاح كان لسه في ناس برضه بتشتغل. فنرجع لمعلمنا بطرس الرسول، كان مكمل بقى في نفس البلاد اللي مشي فيها فيلبس المبشر. فاكرينه اللي اتكلمنا عليه المره اللي فاتت؟ كان فيلبس بيعمد بس لكن مش بيضع الايدي عشان الرسل هم اللي بيضعوا اليد. راح بطرس لبلد اسمها لدة، دي اللي كان عدى عليها فيلبس يفتقد الناس ويحل الروح القدس عليهم. لقى واحد هناك اسمه إنياس. كده بطرس وإنياس، احنا عمالين نزود في الشخصيات. إنياس الحقيقة كان مقعد، بطرس عمل معاه معجزة وقومه. الناس فرحت قوي وانبسطت. وصل الخبر لبلد جنب لدة اسمها يافا. يافا دي كان فيها ست رائعة اسمها طبيسة، خادمة تجنن كده. طبيسة دي كانت بتهتم بالفقراء وتعمل لهم قمصان وتعمل لهم أكل وتعمل لهم حاجات حلوة. الحقيقة طبيسة دي انتقلت السماء وماتت فجأة. فكلهم قعدوا يعيطوا وبعتوا لبطرس، يا بطرس لو سمحت تعالى لنا. فمعلمنا بطرس راح لهم، بدوا يفرجوه. بص بقى كانت بتعمل لنا القميص الحلو ده، بص الفستان الجميل ده، بص البلوزه الحلوه دي هي اللي كانت عاملاها لنا. ويعيطوا. صعبوا على بطرس، قال لهم طب اطلعوا بره وسيبوني معاها، الست ماتت. حقيقة صلى معلمنا بطرس الرسول الإقامة باسم ربنا، مش هو نفسه اللي بيقيم، لأن ربنا يسوع كان هو اللي بيقيم بلاهوته، لكن الرسل وأي حد بيعمل معجزة بيطلبها من ربنا. فطلبها، قامت طبيسة من الموت وفرحانة، وطلع لهم بيها بطرس الرسول وقال لهم ادي طبيسة رجعت لكم تاني تخدم. والحقيقة قعد بطرس الرسول في البلد عند واحد اسمه سمعان الدباغ، ودي آخر شخصية في الإصحاح.
كان رجل بيته عند البحر، وقصد الكتاب المقدس يذكره باسمه علشان مفيش حد في اللي ذكرناهم كلهم كانت وظيفته أقل من التاني. كل واحد خدمته مهما بدت صغيرة لكنها كبيرة جدا قدام ربنا. قعد معلمنا بطرس في بيت سمعان الدباغ 3 سنين مقيم عنده. يا ترى سمعان ده كان بيسمع وعظات قد ايه وبيتعامل مع معلمنا بطرس وفاتح بيته كنيسة للاستضافة؟ واحنا مين بقى سمعان؟ ربنا عارفه وذاكر اسمه جوه سفر أعمال الرسل. النهاردة هناخد تدريب، أيا كانت خدمتك اوعى تستصغرها. ولو انت ما بتعملش أي حاجة زي طبيصة كده لو مت النهاردة الناس تفتكرك بيها، خلي بالك محتاج تعمل خير حلو عشان لو انتقلت الناس تقول لربنا شفت يا رب فلان كان بيعمل لنا ايه. خلي بالك وابتدي احسبها من دلوقتي، هتقف قدام ربنا معاك ايه.